وهي دي النتيجة النهائية. هي دي تزعسي. بصي ما بتاخدش حاجة. لفة بس كده بصي. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. هننقضها. يعني أنا إيه هعملها يعني. هنقص. ايه الصابون ليه؟ عاوزة قبل ما تحط الطماطم؟ طب احنا نقصها وهي بالطماطم زي بعد ما بنحطها على الكانون ونقصها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايد النبي قبل ايدين. قول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن يا الرحيم. محمد يا حازم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. قاعدة حلوة كده النهاردة في الطراوة. حازم بقى ايه الله يكرمه جاب لي عداية طماطم. ما ينفعش تتساب الطماطم أصلا، هي زي ايه؟ بيقولوا ايه؟ تعبانة شوية. الطماطم من دول تعبانة شوية، فمش هتنفع تقعد. هنطيبها بقى. صدقني هي عايزة تتغسل قبل ما 10 جرام. اه خلاص توفلك مرة. عايزين نغسلوها مرة قبل ما نعمل. بصي عشان مليانة رمل. طب ما اللي هتتغسل هنقضها الأول. بصي وانت طيبيها يا ماما خلاص. لا لا يا يعني انت شيخ. سويها وخلاص كلها. ها؟ احنا اللي احنا خدناهم دول شوية حلوين نحطهم على الرف وهو يسوي دوره خلاص. عشان بصي الرمل كتير قوي. انت كده كده اصلا هتعمليها على الكانون فايه. انا هحط فيبقى سوا واحد وخلاص. تسويه واحده وخلاص. اه ونبقى نعوزه نجيبه تاني. ماشي. ماشي. السوتش من ده. هي بكام الطماطم دلوقتي يا جماعه؟ احنا جايبينها عداية امبارح ب 280 جنيه. حلو. لكن جبت من شيبين 2 كيلو، كيلو ب 20 جنيه. هي عشان غالية. يعني هي واقفة ب 18 العداية. هنا ولا هناك؟ هنا واقفة ب 18، يعني لما التاجر ياخدها ب 18. هنا ب 18 ازاي يا ماما؟ امال بكام؟ ب 14 على 20 كيلو. اقل. يدي 20 بس؟ يا شيخ. والله 20. 20 ايه يا ماما؟ كتير. ده انا حازم كنا شايلينها وما كناش قادرين نشيلها. ليه يا شيخ؟ 40 كتير كيلو يا يعني. ماما. قولي 30 مثلا. لا لا مفيش. اصل هي وش والعداية كبيرة. والله. والله. اللي هي القفص. قولي 300 مثلا على 30. يعني كيلو ب 10 جنيه مثلا. دي اقل. 10 ايه يا ستي؟ 10 طلعي منها 10 بايظ. 10 وانت لو هتروح تشتري هتشتري دي؟ لا مش هشتري دي. طيب هتشتري البايظه دي؟ ما بقولك اعمليها على 10. يبقى هما بيحسبوا نصها بايظ ونصها. هي كانت في السوق اخر مرة كنت جايباها من السوق كانت 2 ب 35. طب بصي انا هنقضها. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. هننقضها. يعني انا ايه هعملها يعني. هنقضها. انا هنقضها يعني انا هعملها يعني انا هنقضها يعني. حد فاهم حاجة يا جماعة؟ اللي فاهم يقول لي والنبي. حد يقول حاجه. خلي عنكم يا جماعه. ازيكم يا جماعتنا عاملين ايه؟ لا دول مش فاضيين، دول بياكلوا. هم مش هنا. مش مشكله بقى. انا ايه همسكها كلها بعملها كده ونبقى نحطها في الحوض. طلعوها طماطميه طماطميه. ماشي. طب شوفي لي بقى ايه حله كبيره جنابك. كبيره قوي. هطلع انشر بقى واجيبها لك معايا وانا جاي. ماشي حاجه كبيره يعني. اللي هي ماشي اللي فيها الرواق. ماشي ماشي. بصي دي ناشفه وحلوه. بس ما هي معمول. هي ندوه. هي ندوه في الطماطم. بصي عامله ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ ماما خلصتي؟ خلصتي يا ماما؟ خلاص خلصنا. حطيت عليها ميه كده؟ حطيت ميه لان انا لقيتها ايه فيها رمل. ماشي. وفيها العفش ده مش مشكله، لكن لقيت فيها رمل. الرمل هيرقد تحت
وهنغسلها بقى مره واتنين. بس هي المهم هي تطلع ايه، ما فيهاش رمل. خدي بقى ودي ده الفراخ والبط اللهم صل على النبي. ناخد بقى الطماطم نغسلها. ها؟ بقولوا هناخد الطماطم نغسلها. هنغسل بقى. لا هتجيبي لي ميه في الطش ده، هغسلها واشيلها واحطها. دي نضيفه؟ انا غسلتها. يلا خدي ده فضل. ليه؟ ايه الصابون ليه؟ عاوزة قبل ما تحط الطماطم. طب احنا نسويها وهي بالطماطم زي بعد ما بنحطها على الكالون ونقصها. ماشي؟ ماشي، اصل انت هتحطها في الارض. عادي ما تعملش حاجه. اسكتي، ده انا حطيتها ساعه كنت عامله ايه؟ البليلة. والله نسكت في ثواني. بقى مية نضيفة. خلاص هي بقى ايه، نظيفه كمان، نظافه كده كمان، ايه خطوه بسيطه كده. المصنع بتاعنا نضيف. جو النهارده تروح حلو ومقلقين. تعالي نقعد ورا. طيبين. انا لقيتها مش هتنفع الا لما تتغسل، قلت اغسلها بقى ايه. ودي شطفه كده بسيطه. وقفها عشان بكسر العمل اهلا عشان انت جبت لي الجيركن الكبير وانا هنشرب. ايه يا عمي؟ ما التاني لقيته فاضي فقلت يعني تصادم بقى لي الوقت والمجهود تجيب لك تعملي من ده على طول. صابون بريلا يا جماعه، يعني اي صابون معين تعمل حله كده عشان الهباب بقى. مين اللي شاف فيديو البليله؟ مش البليله شاف فيديو بالليل. مش انت غسلتها معاهم يا ماما؟ لا والله ما غسلت، ما لقيتش حد معايا، رحت انا غسلاها. قلت لهم نطفت على طول اهي، المره الجايه اغسل قدامكم. هنوريها لكم بعد ما نغسلها شوفوا تبقى عامله ازاي في ثواني. مسافه ما تدعكيها بالسلكه تلاقيها بقى تفل. لكن لو سبتها بقى هببت وجيتي تدعكي اديني واديكي طول العمر بقى تاني كده، دعكي سنتين كده. استنك بقى تلفي في الحله كل الجوانب وكل الاتجاهات. عم تحت بقى. ارفعها لك؟ لا لا لا. تمام. ذوق. اغسلي ايدك بقى وبعدين نبقى نذوق. حط عليه مرهم. سمع الذوق بتحط عليه مرهم. مش مرهم، هو متعور زي سهى. مش متعور. وايه ده؟ صابون. يا سهى قول لهم بقى اعملوا لايك واشتراك. تيجي معايا قول لهم لايك اشتراك فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل جديد ايه بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انا والشفا للي ياكل. خلاص يا ماما انت ظبطتيها وعشان ما يبقاش فيها حاجه فاضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. دي تاخد لها نص انبوبة كده على ما تستوي يا جماعة. ف طب احنا ما عندنا الخير اهو. ايوه والمكان عايزين احنا ايه بقى؟ عايزة تلعب الدف.
دي زلة النخل عم كمان حاططها لي. وانا ايه عشان الشوك يعني اللي فيها. ما عشان ما لو دخل في رجل حد يعوض متعب قوي. خليته دخل خليهم جوه. دخلت حماده ابني ومحمد عيد في رجليه. انا محمد عيد انا متجوزه وهي في رجلي. قاعده تيجي 3 سنين. ايوه وروح اكشف ونعمله اشاعات وكده يقولوا لا ما تاخدش. هي مزهقاك يا ابني يقولوا له لا. حتى قابلت المدرس بتاع محمد يقول له الدكتور دي يعني ده لما يكبر ويعوز يلبس كاوتش ولا شو حاجه جامده يعني حاجه مش هيتعب. يقول له لا بدل مش هي تعبه يتك عليها يقول له مش تعبك يا محمد يقول له لا. الحقي القطه اللي بتسرقك دي. هاتي يا قطه هاتي. رأي ماما الفرن والكانون ياما بيلمهم وياما بينضف. بينضف طبعا واستهلاكه يبقى على. تعالى يا محمد البس. تعالى البس الصندوق. هعمل معاك كده. لا ما تعمليش معايا. تعملي معايا ليه؟ وانا صغيره. بس يا سهى لا ما تحطيش تاني بقى خلاص هي شدت. انت ليه بتحطيه بره كده يا ماما؟ عشان الهواء يشغله شويه ما يكتمش جوه. وبعدين الحله هي الناحيه دي اما يبقوا اتنين ندخله جوه قوي. عايزين نعمل حلتين محشي بقى. البنات فين؟ لما يبقوا جايين ان شاء الله نبقى نعمل لهم محشي. يعني لما يبقوا جايين ماشي. المره اللي فاتت محبوبه كنا قايلين لها نعمل محشي. الجماعه قالوا لي عايزين محشي على الكانون يا حاجه. حاضر انا محشي على الكانون بس عملت ايه صلصه على الكانون. عملنا صلصه عشان المحشي كده في امل ان شاء الله ان احنا نعمل المحشي. بس يا محمد تبقى الصلصه طيب يا سهى لبسيه يا سهى بطل الرخام. المره اللي فاتت محبوبه بتقول لي انا جايه وسن اسناني سمعت ان في محشي وبتاع. لا مفيش محشي في شغل يلا. كان الدورة كنا بنطلع الدورة يعني نزلت على الارض على طول. انا هلبس الترقه. البس الترقه. هتلبس. يا ماما خلي شرك على مرتين. حاجه ايه بتعمل شغاله شويه. الخشب بيخليه مشغل الكانون ما يقفش. بقول شغال. لكن القوالح والغلاف بيصفوا بسرعه. عشان تبقى طعمها حلو. ماشي. هلا وشويه ايه 7 بهارات بتاعتنا كده حلوه. مش بهارات الحاجه 7 بهارات. لا عشان الطماطم لما بتستوي وهي معلهاش ملح وكمون بتبقى مسكره. لا ومبتبقاش طعمها حلو. ايوه ما هو بيبقى فيها تسكيره كده. لكن لما بتطيب وياها الملح بتبقى طعمها كمان وريحتها. ريحتها حلوه. ما شاء الله ده دخلت على السوق. بدل بتغلي الطماطم اصلا خلاص على ما تنشف ميتها طبعا. خلاص بقى ايه الطماطم خلاص ما شاء الله بقت ايه خلاص. جبت لي شاي من غير صينيه. مش مشكله بس من غير ميه. لا الميه ايه؟ الحمد لله الحمد لله اميره جابت لي الشاي بالميه. لا وانا ما جبتش الميه كانت موجوده. اللهم صل على النبي. الحمد لله. هاتي خدي نشوف بس شويه الميه بتاعتها نشرب الشاي تكون الميه بتاعتها نشفت نزلها على طول. خلاص تاخد لها يجي ساعه كده على الكانون يا جماعه. لا ده الكانون سريع. لكن على البوتاجاز تاخد لها مثلا ساعه ولا ساعه وشويه. لا تاخد لها 3 ساعات ولا حاجه. كميه كبيره. لكن الكانون بيجيبها في ثواني. خلاص بدات الميه ما عادش فيها خلاص بدات ترغي. بدل رغت كده خلاص تبقى الميه بدات تنشف. يلا يا ستي شربوا شاي. يلا اتفضلوا معانا كوبايه الشاي يا جماعه. ايه يا عم جيت من المدرسه؟ ولابس الفورنيتا. احسن حاجه عشان الشمس. احسن حاجه. طب انت باصص فوق ليه مش باص لنا ليه؟ على سلامتك. ميول البحر. بتعمل كده وفلوس. طب يلا يا عسل روح غير هدومك يلا. يلا
يلا غير بقى دوب. الشطة دي عايزة يلا يلا هتشوفي ايه انت هتقلبيه. هاتوا الشنطه ايه ده جو. لا الشنطه مالكيش دعوه بالبسكوت بتاع محمد حازم. جبت البسكوت معاك؟ هات انا. هو كان وهي صغيره زي محمد كده كان يجي من المدرسه يروح جاي دي. يا اخويا ان شاء الله تمساحك. تعالى وريني. هات تعالى وريني. كان وهي صغيره يا ماما زي حي محمد كده مش فاكره كان يجي من المدرسه يروح جاي حاطط فاتح لها البسكوت ومدول. خدي يا سهل. كان هو لسه في سنه اولى. تعالى يا محمد. استنى بقى جايب لبن كمان مدين له لبن. تعالى وريني. تغذيه يا طب بتقول لي جابوا تغذيه ماما المدرسه يا امبارح. خراشي. ادي بسكوت ومدينك حلاوه المولد دي ولا ايه؟ ولا انت واخدها من هنا؟ لا طب ده اديها لسوها. ده كسبها في الشيبسي نوجه باين. فين بقى اللبن؟ شطة. شرفتها. خلصنا؟ بسم الله. خلص استوت. ماما جت في الاخر بقى تحط قلحتين وقلحتين عشان النار تبقى مش حاميه قوي. صح يا ماما؟ ايوه. وما تحرقش البتاع. انت هتاخديها بقى معاكي جوه ايه؟ وقت ما تبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع من جوه كده اخدها فم على رأي اللي بيقول. اوريكم بقى ايه هي بتنضف بره ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي بقى قربي. بصي ما بتاخدش حاجه. لفه بس كده. بصي وبعدين دي بص بونش كمان ما هي السلك. لو سلكه تعمل معاكي في ثواني. هي بترغي مع نفسها. صابون صافي. بصي ما شاء الله. وهي دي النتيجه النهائيه. هي دي تزعلها. هي تزعلها. هاتي يا بنتي. من تحت سموا الله اهو. والله ما بتك انا بشتغل كده على طول. النبي فضي بقى شويه ميه. انا عايزه حنفيه بس يعني كمان مانيش لاقيه حنفيه. السواد ده كان فيها من الاول اصلا. مش مشكله السواد الاولاني ده خلصنا من زمان. انا بقول لهم يعني السواد ده كان فيها من الاول. راحت فله. راحت فل. خدها بقى فم حلو كده. هي مش عايزه صابون خلاص. هو الصابون اللي انت حطيتيه هو دعيك الحل. المره دي كانت ايه كنا خلصنا بالليل. انا غسلتها بس ما لقيتش الجماعه يصوروا. تمام. نشوفوها بقى ونشوفوا اللي ايه الموضوع ايه. فاضل حاجه يا اميره فيها؟ لا تمام. والله ما خدت جهد ولا اي حاجه. الحمد لله. تعالي بقى. غسلت البراميل دي حطيتها زي شكل. يلا يا ستي. لو في خرطوم اللي ما بلاقي يا خرطوم. ما عندناش خرطوم هنا ليه؟ في خرطوم هناك وخرطوم هناك هنا. فل. بتلمي. خلاص مفيش خالص. وما حطيتيش صابون يعني انت يا دوبك حطيتيها جوه بس. ماما انت حاطه عليها كيلو صابون. ما هو انا برضه ما حطينا صابون. اللي انت حطيتيه هو اللي دعك بيه يعني مفيش استهلاك كتير يعني. بتقول لي دي بتاعت فرحك يا ماما؟ ازاي؟ الالمونيا اسمها الالمونيا اسكندراني. كانت مخططه. تفرق. ونظيفه. كانوا مسمينها كنت تلاقي الالمونيا دي من محله يا في طنطا يا اسكندريه. كانوا يقولوا الفنانين
الالومنيا الاسكندراني، لانها كانت بتبقى الومنيا صاف، ما دخلهاش الومنيا خالص. دي ما كنتش بقدر اشيلها وهي جديده. تقيل. 40 سنه ولا 45 سنه بشتغل بيها. بصي بقى الخطوط دي هي كانت، وكانت بقى ايه خطوط خطوط تخينه وخطوط رفيعه، خطوط تخينه. حتى بصي الخط ممكن تلاقيه هنا اهو، كان فيها من الاول. حد ايه رايكم؟ لا فله فل. ولا خدت وجع قلب ولا تعب ولا حاجه. يلا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. اعملوا شير للفيديو ويعني مش عارفه اقول ايه. لولا برضك انتم بعد ربنا كناش بقينا. اعملوا اشتراكات كتير واعملوا لايكات، وعايزين نطلعوا كده الفيديو يعني ما يبقى جايب 40,000 و50,000 وما شاء الله. يعني قولي معايا الفيديو 14 الاشتراكات 14,000. ليه بقى؟ ليه اللي بيشوف الفيديو ما يشتركش؟ عشان الحلاوه دي اشترك. يلا حتى بقى هنا تنشف الشريطه كده، تنشف على ما يعني والله ما خدت اي جهد. هو بعمل بسبونش، ما هي السلكه ولا دعكت ولا اتكيت خالص. هي ساعه ما بتحط عليها الليفه او لو غلافه ممكن تتطلع، لان هي خلاص عملت طبقه بين الحله وبين الهباب. يلا سلام. سلام. خلص طماطم برد بقى. ماتش يا جماعه، ماتش. اصوات دي بتبقى في الماتش على طول. هضرب بقى الطماطم كده، اضربها في ماما هو انت تعملي فقرة الدوشة؟ فقرة الدوشة؟ اه. يعني ايه فقرة الدوشة؟ يعني تعملي بالخلاط يعمل دوشة. هنضربها فقرة الدوشة يا جماعة. الخلاط وعبيها في اكياس اللي هي بتاع اللبن دي وحطها في الفريزر. تمام كده بقت 100 100. تحطيها على الرخام على قد بقى ايه ما انت بتستخدمي. انا بعبي اكياس صغيره وكيس كبيره، كيس كبيره للمحشي وكيس صغيره للطبيخ. يعني ببقى اعمل خضار ولا حاجه بعمل اكياس صغيره للمكرونه، كيس وسط كده. وهكذا بقى لحد ما نخلص الطماطم كلها. كده بقى يا جماعه يكون فيديو تخزين الطماطم معاكم وعرفتوا احنا بنخزنها ازاي، واحلى طماطم متسبكه على الكانون. ما تنسوش باللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.